بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. كل عام وحضراتكم بألف خير. مرحب بكل المشتركين عندي على القناة وكل المشتركين الجداد. ان شاء الله نعمل مع بعض الزبادي بطريقة رائعة وسهلة وبسيطة، مفيهاش اي اضافات ولا اي مكونات سرية. ان شاء الله هنعمل الزبادي زي الفل. زي ما حضراتكم شايفين كده بحاول ان انا اقلب الكوباية وبحركها يمين احركها شمال. الزبادي متماسك تماما. طعمه جميل جدا. القوام بتاعه زي ما احنا شايفين، بصوا المنظر روعة بجد. عملته في وقت بسيط جدا. يعني عاملاه بعد الفطار، كانت حوالي الساعة 11. على الساعة 3 طلعت منه واكلنا من غير كمان ما دخله التلاجة. ان شاء الله نتابع مع بعض الطريقة كده. نسمي الله. معايا كيلو من اللبن، غليته وبعد كده برد دفي معايا بقى دافي كده. بدأت ان انا اشيل القشطة من على الوش. طبعا نوع اللبن وجودته بتفرق معايا في نتيجة الزبادي. كمان معايا كوباية من الزبادي البلدي، برضو تكون من النوع الكويس، مبقاش عليها مية، متبقاش ان هي يعني سايبة شوية، لا لازم تكون متماسكة، تكون حجمها متوسط. طبعا شلت وش اللبن ودوبته كويس جدا في الزبادي زي ما شفنا، من غير مضرب سلك ومن غير خلاط ومن غير اي حاجة كده. بدأت ان انا دوبت كويس وبعد كده بضيفها على كمية اللبن وبدوبها كويس جدا كده، بقلب كويس. وبعد كده طبعا بكون مجهزة عندي الكوبايات. طبعا الكوبايات بتكون ناشفة، ما فيهاش اي نقطة مية خالص. بعد كده بكون مجهزة صينية فرن برص عليها كوبايات الزبادي. طبعا لو الصينية ألمونيوم بضيف معلقة من الخل الأبيض علشان بس المية سخنة ما تغمقش الصينية بتاعتنا. هي المية بقى طبعا حطيت هنا كوباية مية من الحنفية عادي، وبدأت ان انا اضيف مية مغلية من الكتل، بس عشان لازم المية بتاعتنا تكون دافية مش سخنة قوي. خلص معانا كده. بدأت ان انا غطيته طبعا بغطا حلة قد الصينية وحطيته في الفرن دافي لمدة 4 ساعات 6 ساعات بالكتير. طبعا أنا فتحت عليه بعد 4 ساعات بالظبط واخدت منه من غير ما احطه في التلاجة. طبعا بعد كده بطلعه بحطه في التلاجة. بطلعته قدام حضراتكم اهو. متماسك جميل جدا. طبعا انا اللي حابب يحط مربى الفراولة اللي كنا مجهزينها برضو مع بعض في فيديو كده من الفيديوهات الجميلة. اللي حابب بقى يحط مربى، اللي حابب ان شاء الله ابقى اعمله مرة تانية بالمربى كده بإذن الله، ونشوفه برضو مع بعض. بس بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اتمنى لو اول مره حضرتك تتابع القناه دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم. اتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا وصلوات ودعاء مستجاب باذن الله. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.